ديال اليوم غادي نجرب لاول مره وصفه الكب كيك الاصليه. صراحه انا موالفه ندير كب كيك، ولكن هذه اول مره نجرب هذه الوصفه. الوصفه كانوا فيها 3 ديال البيضات، بصح انا درت الدوبل ديال المقادير حيت بغيت ندير كميه كبيره ونخليها في الكونجيلاتور وكيبقى مده طويله. فاش كنحيدو من الكونجيلاتور كنخليه يدي جبره، صراحه كيبقى بحال يلاه درتو. زدت على البيض الفاني والسكر وزدت عليهم قشور ديال الليم كيعطي ريحه فنه، ودربتهم مزيان وزدت عليهم الخل اللي كيخلي ديما الكيك فلافي. هاد الوصفه فيها الماء بلاصه الحليب وهذا هو الفرق. زدت الزيت وزدت معلقه ديال كريم باتيسري ولا ديال المايزينا باش هذاك الماء اللي درنا ما يجريش الخليط بزاف. زدت الدقيق حتى تجانس الخليط وزدت عليه الخماره حتى عطاني خط واحد. غادي نقسم الخليط على زوج، النص درت فيه الكاكاو والنص خليته بيض. وبديت نعمر في الكوغيطات انا وختي، وبنت لنا اللعبو ونديرو معلقه بيضه ومعلقه بالكاكاو، والصراحه جا شكل فن فيها. هاد الوصفه كانت ناجحه 100%، ما عندي ما نقول. وتبارك الله صراحه من الداخل جات فلافي وهشيشه، وصراحه جات فنه. اللي بقاو زوقتهم بالكريمه. هاد الكريمه كانت شايطه من اللاير كيك اللي درتو لاول مره. هاد اللاير كيك هو السبب في كل شيء، في الشوهه ديال الماكارون، في هادو صراحه اللي جاو زوينين لا في المنظر ولا في المذاق. بديك الكريمه زادتهم واحد الاضافه زوينه. المهم الا بغيتوا تشوفوا الفيديوهات ديال شوهه الماكارون واللاير كيك لاول مره، روابط غادي تلقاوهم في اول تعليق. الصراحه جاو فني في المذاق كما جاو زوينين في الشكل. انا فخوره. وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وكنتمنى تجربوا اي حاجه جاتكم في بالكم.